في الكورة في حكايات ومواقف ما اتحكتش وآراء لو اتقالت ممكن تقلب الدنيا. بودكاست ملعوبة مش مجرد بودكاست، لا دي قعدة كورة من غير فلاتر. هنستضيف فيها نجوم كانوا في الملعب ورؤيتهم لسه موجودة لحد النهاردة في الأحداث اللي بتحصل. هنتكلم معاهم في كل حاجة وهنفتح ملفات يمكن أول مرة تتفتح، ونستعيد مع بعض ذكريات وحاجات ممكن تكون ما اتقالتش. خليك مستعد لأن الكورة هنا ملعوبة. معاكم أحمد الرشيدي ويلا نبدأ حلقتنا. ضيفنا النهارده في ملعوبة هو نجم كبير، قصة حياته ومسيرته تتعمل فيلم من الأفلام التحفيزية اللي هو لو أنت عندك حلم وجالك شوية يأس تتفرج عليه تبقى في حتة تانية خالص، تقول أنا هنجح بكرة. النجم اللي معانا هو مهاجم خطير، هداف الدوري مرتين متتاليين. حياته ومسيرته كان ممكن تنتهي في دوري الدرجة التانية، لكن فجأة بقى هداف كبير في الدوري الممتاز وفي سن كبير في سن ال30. ضيفنا النهارده هو المهاجم الخطير ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق حسام باولو. نورنا يا كابتن والله. حبيبي ابو حميد، ايه الاخبار؟ بنورك يا حبيبي. قبل ما ابدا في اي كلام، انت فين؟ مختفي مش شايفينك فين؟ موجود يا حبيبي والله. يعني بتعمل ايه دلوقتي؟ الناس اللي مش شايفيني بتعمل ايه؟ انت مش طالع على الساحه، مش ظاهر، ما بتتكلمش، انت نجم كبير المفروض تكون موجود. لا والله، يعني قلة الكلام بيبقى افضل الفترة ديت. بشتغل الحمد لله وبتعب وبجتهد. حاليا دلوقتي انا في نادي سمنود. لسه بتلعب في سمنود؟ في سمنود درجة تانية، وكنا بننافس على الصعود الدوري المحترفين اتأخرنا شوية في بعض ماتشات وكده، فإن شاء الله السنة الجاية بإذن الله سمنود في المحترفين إن شاء الله. شفتك انت مكسر الدنيا في منتخب مصر للكرة الشاطئية. ايه سر التحول بقى من كرة القدم العادية اللي احنا نعرفها للكرة الشاطئية؟ هي الكرة الشاطئية صعبة رحت جدا. ازاي؟ عملت ايه انت؟ ايه اللي حصل عشان تروح منتخب مصر الكرة الشاطئية كنت أنا في الترسانة من قبل الترسانة كمان. كابتن أحمد أبو سرية مدرب عام، ولعب كأس عالم صالات ولعب شاطئية، كان كابتن المنتخب. فكلم بصراحة الكابتن أحمد عبد الرازق قبلها، رحت معاهم معسكر، وبعد كده كلم الكابتن مصطفى لطفي. رحت معاهم. انت رحبت في الاول يعني؟ ما لا، رحت معسكر. انا قلت لا الحمد لله، الواحد اي لعبه بحب ان انا اشارك فيها، يعني مش كنت لعبتها قبل كده وكنت لسه اول مره؟ ما كنتش لعبتها، بس يعني الواحد يعني ايه، من فتره الاعداد لما كان الواحد بيتمرن على الرمله، يعني الحمد لله الواحد كان عنده ايه شيء من الخبرات فيها شويه. فرحت معاهم معسكر والله بصراحه الحمد لله كان ربنا موفقني. فرحت معاهم بطوله وديه في السعوديه، لعبنا منتخب السعوديه ماتشين ودين، فربنا كرمني جبت فيهم بتاع 7 ولا 8 تجوان ما شاء الله. فبعدها بقى بطولة أفريقيا اللي كان مؤهلة لكأس العالم، فرحت معاهم بقى. فالحمد لله كانت دي البداية معايا في الكرة الشاطئية. جبت انت جول عالمي في غانا؟ لا البطولة، بس الحمد لله ان احنا المنتخب الكرة الشاطئية كان بقاله 16 سنة ما صعدش كأس عالم، فبفضل ربنا والجهاز الفني ومجلس الإدارة بصراحة كانوا كلهم ورا المنتخب. فالحمد لله ربنا كرمنا وصعدنا كأس عالم. انا واخد راجل المباراة في ماتش أمريكا، جايب 3 تجوان، وهداف المنتخب في كأس العالم بأربع تجوان. اللعبه ما كانتش صعبه معاك يعني؟ اللعبه لذيذه جدا وجميله جدا كرمله بقى وكوره، وبعدين الافارقه معروفين هم جسمهم قوي جدا، فعلى الرمله هيبقوا احسن اكيد مننا كمصريين. ما هي اللعبه ديت صعبه جدا، مش اي حد يلعبها. واحنا ما بنلعب اي منتخب افريقي انت لازم تلعبه بدماغك. لو لعبته بالقوه هتتعب، هيكسب هو، هتتعب، لان هو قوه ما شاء الله متفوقين. انما احنا كمهاره بقى وفنتات وبتاع، زي ما الكابتن مصطفى والكابتن احمد ابو سرية كانوا بيعلمونا ان احنا الفاولات والقران كل حاجه فيها فنت وبنعملها. الكره بتبقى ناشفه زي الكره؟ لا الكره حلوه، ده الكره جميله بصراحه، خفيفه عشان انت بتبقى لا خفيفه وبتروح يعني، فاهم؟ انت ما انت قلبت دبل كيك في ماتش غانا جبتها جول على طول. ماتش غانا الرمله طبعا مساعدك، انت عارف انك هتنزل على الرمله فبراحتك، وانا بحب الالعاب دي بصراحه. محمد شريف حاول يعملها في الدوري، فمحمد شريف يعني شفتها، بس يعني ربنا ما وفقوش فيها يعني. طب دي قله تركيز منه؟ لا هو ممكن، ولا هو كان عايز يعمل حركه؟ اصل هو مش في احسن يعني احواله، فانت تعمل حركه زي دي. هو الكره لما بتجيله هو ما استعدش ان هو ياخد القرار ان يعملها، فهو فجاه راح واخد القرار، فانت جسمك اصلا مش معدول. انا الكره بتاع غانا دي لما جات لي انا خلاص متفقين عليها اصلا، احنا الحارس هيمسك، انا بروح واخد عامل الفنت وبرجع في رجعتي الورا ديت، خلاص انا رجلي خلاص راحت للكره، فخلاص راحت جول. فان محمد اصلا ما توقعش صح وما مشيتش معايا. بس انت الجول اللي انت جبته وعمل ضجه على السوشيال ميديا حلوه، الحركه بتاعته الكره اللي هو جت في دماغه عملت ضجه بشكل عكسي على اللاعب ده. يفتكر لما هو يشوف حاجه زي كده هيحس ان هو مثلا مش لازم يركز شويه، هيتضايق بقى، ياخد جنب خالص فمستواه ينزل اكتر.
تفتكر هو المفروض يعمل ايه يعني؟ بشوف لا حاجات هو زي كده. اكيد هو لعيب كبير وبيلعب في نادي كبير، فمعلش انا لازم اكون عندي ثقه في نفسي وعندي شغف ان انا الحاجه دي لازم اكررها مره واثنين مم. وثلاثه، مش تيجي معاك من اول مره، مم. فلازم تكون انت متعود عليها اصلا. انا يعني بفضل الله انا متعود على الكره دي. يعني انا في الدوري وانا في سموحه جايب الجون ال 17 واخد بيه هداف الدوري في طلائع الجيش مم. الكره دي برضو. فالحمد لله انت انا بتحبها فبتعود عليها. بحب العب الكره دي قوي. مم. فانا يعني زي ما تقول متمرن عليها كتير. فان حد يجي يعملها مثلا وهو حسن، لا، انت لازم تكون جسمك معدول للكوره. هو ممكن يكون كان مهزوز برضه هو بيعملها، لو ما خد هو تفكير مرتين اعملها ولا لا بلاش، فجه يعملها فمطلع بالمنظر ده. هو مثلا ممكن يكون برضو كان بيلعب وهو مضغوط والنادي مم. الاهلي كان خسران، مم. فبرضو الاجواء فاهم. فما انت بتاخد القرار في ثانيه، فالثانيه فالثانيه ديت انت جسمك ما هزت كانش سن، معدول، لا انت كانش جسمك معدول. مش معدول. الكره دي لازم ان انت تهيئ نفسك وبعدين تعدل جسمك للكوره، مم. لا اما هتطلع بنفس الشكل اللي هي طلعت كده. حسام بقول له بقى في الاول خالص بدايته في دوري ممتاز ب لما كان مع نادي الشمس، انا كان نبدا من نادي الشمس اللي هو كان اخر حاجه قبل دوري ممتاز، صح كده؟ صح. انت كنت تتوقع انك تروح بقى دوري ممتاز وتروح بوابه نادي الداخليه في الاول خالص؟ كنت تتوقع ده؟ بص ابو حميد انا مريت بقى بظروف صعبه جدا يعني. مم. بص اي لاعب بصراحه، مم. يعني اي لاعب حتى لما بروح اي نادي انا مم. بقعد مع اللعيبه الصغيرين مم. بنصحهم، لان في لاعب مثلا بيكون بيتضايق عشان ما بيلعبش وهو لسه صغير، مم. فكابتن انا ما بلعبش وانا عايز امشي من النادي. فانا دايما انا كاخ كبير ليهم ومريت بالظروف دي، فدايما بنصحهم للصح، ولازم يكون عنده طموح ويشتغل على نفسه ويجتهد. انت مالكش رزق في النادي ده، بس اعمل حسابك ممكن ربنا يكرمك في اخر في الدقيقه واحده تنزلها تروح حته كويسه. مم. فدايما دايما كده بنصح اخواتي الصغيرين اللي هم لسه حاليا بيلعبوا. لا انت قصه اصلا حياتك دي لوحدها، ده زي ما قلت في اول الحلقه، دي فيلم ما انا بقول يعني، لك تعمل فيلم كده بقول الناس تتفرج عليه لحضرتك عشان تطلع عارف اللي هو ايه، لا ما تيأسش لا ما انا بقول لسه فيه. لحضرتك ان الواحد يعني الحمد لله بداها من مركز شباب، دوري مراكز شباب، رحت توخ لعبت مم. كرة طايرة، وبعد كده لعبت معاهم درجة ثالثة، مم. ومن ثالثة بقى من هنا بدأت ان انا اتحرك بقى في دي ناس وقفت برضو. جنبك بقى وانت في الفتره دي؟ هو ناس وقفت جنبي يعني الحمد لله ان الناس قدرت تساعدني. ان انا مثلا ما كنت في توخ كان جاي لي بلدية المحلة، مم. كانوا لسه نازلين من الدوري الممتاز، مم. كان في نفس التوقيت ده لو ليا نصيب ان انا العب دوري ممتاز مم. كان السنه اللي بتاعت غزل المحله كان عبد الشافي لسه موجود ومحسن هنداوي، العتاوله بتوع المحله كانوا لسه موجودين في الدوري الممتاز. مم. فانا لو ليا نصيب بص كان من امتى، من بس وقتها. هو ربنا شايل لي حاجه كويسه ان انا بعد السنين دي كلها ربنا يكرمني والعب دوري ممتاز في سن كبير واحقق حاجات ما كنتش انت اتمنى ان الداخليه انا جالك احقق. ازاي اصلا يعني؟ مين شافك ومين قال لك ده انت تيجي الداخليه ممتاز على طول؟ ما انا هحكي لحضرتك اه. اهو، هقول لك ان انا مثلا كنت في توخ لعبت وجالي بقى العرض بتاع بلديه المحل ده. مم. بعدها بقى طبعا كانوا مستغربين ان انا يجي لي 50,000 جنيه وانا بلعب في نادي توخ. كان اكتر لعيب ماشي من توخ مثلا رقم. لا ب 4,000 وبتاع يعني زمان. انت بتزود رقم انما 50,000 لما انا بالنسبه لهم يجي رقم. 50,000 جنيه فالموضوع عمل رجه بصراحه في مم. النادي. من بعدها بقى رحت سكر ابو راس. انت ما رحتش بلديه صح؟ ما انا خلاص الموضوع باظ. ما انا باظ كنت باظ انا ليه؟ بتوع البلديه الحاج محمود الشامي كلمني مم. قال لي احنا بنروح نخلص فيه. كانوا دفعوا فعلا الشيك على السمع، دفعوا الشيك على السمع ما شافونيش. دفعوا بس عرفوا دفعوا حسام خلاص احنا باولو عايزين ده فيرود، جامد. اه فقالوا له في تمام. حسام باولو مم. في توخ. فدفعوا شيك ب 50 على اساس ان انا ايه اروح لهم بقى النادي واجي امضي على الاستغنى وامشي. اه. فانا طبعا في الوقت ده كنت غزل المحله مع كابتن ابن يوسف، كان هناك عاملين معسكر في اسماعيليه، فرحت معاهم. طبعا طموح بقى من ثالثه لدوري ممتاز. ممتاز اه. ما هو البلديه كانت لسه نازله اه السنه دي. فريق كبير، بعدين محل اصلا فريق فمعلش كبير كمان انا وليه بص جماهيره. بص الطموح بقى من ثالثه اه انا نفسي العب دوري اه ممتاز. فرحت معاهم اسبوع مع بلديه. مع الغزل مع الغزل في الاول. اسماعيليه. اه البلديه دفع الشيك خلاص ومستنين ان انا انزل امضي. تمام. فانا ما بروحش النادي، ما مم. بروحش توخ بقى في الفتره دي. تمام اه. فطبعا عاملين يتصلوا عليا، فانا رحت جاي للكابتن ابراهيم قلت له يا كابتن دلوقتي الوضع 1 2 3 والبلديه جابوا الشيك وعايزين ان انا انزل اخلص. قال لي خلاص اقفل تليفونك واحنا ان شاء الله لما نروح المحله نعمل ماتش ودي رئيس النادي يشوفك وبتاع وممكن يكون لك نصيب معاه. مم. فبقيت محتار اقفل تليفوني انزل ولا اروح لا معاه انزل. طب الكلام ده كان يوم الثلاث ولا اه الاربع خلاص يعني اه. المعسكر كان من يوم السبت لحد اخر مم. الاسبوع. مم. انزل ما انزلش انزل ما انزلش. فقلت ما ايه اما اتصل بالحاج محمود ايه اكسب برضو ايه ما اخسرش. اه. فاتصلت بالحاج محمود قال لي احنا عرفنا ان انت بتعمل فتره اعداد مع فرقه وبتاع، مم. عرف ان انا في الغزل. مم. فقال لي خلاص احنا المدرب جاب لعيب مكانك وبتاع. قلت الحمد مش لله ما فيش نصيبي نصيب. وخلاص اه. فلما نزلت بقى بدات ايه الدنيا تتعرب شويه.
رحت للطوخ عايز امشي، قالوا لي عايز تمشي هات 50. والغزل ما مشيش. خلاص ما هو ما حدش سال فيا اصلا. فلقيت انت كنت فجاه فبقيت خلاص باحلام بقى. موجوده قدامك، طب فجاه ممتاز، كلها كان وقعت. معاك ممتاز ومعاك ممتاز به. اه فممتاز به كان دافعين شيك ان انا امضي على الاستغنى وامشي. فكل ده وطبعا اتبخر في لحظه. كان طموحي انا بتمرن مع نجوم كبار، مع عبد الشافي بقى ممتاز. ومحسن وهنداوي، وبتمرن مع فرقه بتلعب دوري ممتاز. فطموح كبير ليا طبعا. طبعا. فلما نزلت بقى قلت لهم ان انا عايز امشي وبتاع، فقالوا لي عايز تمشي هات 50,000. طب رحت لرئيس النادي قال لي سيب لي الموضوع بتاعك ده بقى، انا بقى اركز يعني. هو بقى ما كانش بيركز اصلا معايا في الكوره ولا بيركز في حاجه، بس هلا لما جاي يشيك بقى 50 فالموضوع 50 خلاص خد يعني. الرجه. فبعدها بقى جالي سكر ابو راس مع كابتن هشام عبد الرسول. رحت لعبت معاه ماتش ودي، كنا بنلعب القناه في السويس، ربنا كرمني جبت جون، راحوا واخديني بقى في الوقت ده. راحوا بقى دفعنا 42,000. الداخليه اللي ساعتها اللي خدك الوقت ده؟ لا ده سكر ابو راس انا الاول. بكلمك الداخليه بقى، عايز اعرف حته الداخليه. ما انا جاي لك اهو. سكر ابو راس الاول خدني من طوخ، دفع 42,000 تمام. فرحت سكر ابو راس لعبت، كنت ماضي 3 سنين، لعبت معاهم سنتين. وسكر الحمديه هي الشركه الام، يعني الاثنين شركه واحده. فرحت لعبت في الحمديه مع كابتن حماده مرزوق سنه. كده قضيت ال3 سنين بتوع الصعيد خلاص، منهم سنتين في سكر. فكابتن هشام صالح كان مسكنا في سكر ابو راس شويه بعد الكابتن هشام عبد الرسول، فسابها وراح جاي ماسك الشمس. جابك الشمس. بكلمه بقى، قال لي تعالى العب معايا في الشمس. قال لي مجموعه الشمس متشافه وبتاع، كان الشمس بقى والنصر وكان العتاوله. بصراحه كل اللي كان بينزل من الدوري الممتاز كان بيلعب في مجموعه. الاول الممتاز بيه كان 3 مجاميع، ما كانش فيه محترفين. ايوه بحري، اسكندريه، والمجموعه على الصعيد والقاهره، 3 مجاميع. فلعبت الحمد لله، خدت هداف المجموعه 10 تجوان في الشمس. كابتن علاء علي بيسال بقى السويفي محمد صاحبي ده كان بيلعب معايا في الحومديه، قال له احنا عايزين فيرود. كانوا بيسالوا على الفيرود بتاع المحله اللي مش عارف بابا اركو اللي كان في المحله وقتها، بس قال له في معانا حسام باولو مهاجم كويس، هداف وبتاع، وينزل معاك تشوفه يا كابتن مفيش مشكله. قال له خلاص ماشي. فالسويفي كلمني قال لي ممكن كابتن علاء يكلمك وكده، فكلمني. بعدها نزلت معاهم قعدت يجي شهر بيشوفوني تيجي عليا لعيبه وتمشي، تيجي لعيبه وتمشي. وانت موجود لسه فقال لي في الاخر بقى، قالوا لي تخلص ازاي؟ قلت لهم هروح النادي الشمس واشوف الدنيا تمشي ازاي. كلمت بقى الكابتن هشام صالح بصراحه والكابتن عصام سيف وقفوا معايا. قالوا لك برضه عايزين فلوس عشان دفعت بقى. قالوا لي اللي انت خدته كنت واخد حوالي 52,000 56,000 في الحدود دي. فالداخليه راح مطلع شيك ب 56,000 جنيه. جيت ادهم للشمس عشان امشي، قال لك بقى في 7,000 جنيه بتوع المكافئات. رحت متصرف فيهم. جمعتهم انت تقريبا؟ صرفت بقى، استلفتهم. الدنيا ما كانتش. انا مش هحل انا موضوع المحل ده خلاص مأثر فيا. لازم فرصه عمري. انا بقى عايز اقول لك ان يعني ممكن حضرتك كنت سمعت ان انا استلفت 7,000 جنيه دول ازاي. صاحبي ومرات اخويا بقت لي السلسله فقصه عشان ما احكيهاش تاني. ما الناس لما تسمعها تقول لك ده كل شويه بيحكي. فلا انا اتصرفت فيهم وخلاص الحمد لله. اتصرفت فيهم ودفعت ومشيت الحمد لله. قعدت بقى 6 شهور بتمرن مع الداخليه، ما كنتش اتسجلت، كنت خلاص مشيت من الشمس. وقعدت 6 شهور كان الداخليه موقوف الكيت بتاعه. كانت اللعبه لها فلوس وكده وكانت شكل النادي. قعدت 6 شهور بقى ما بلعبش، بتمرن بس. قاعد مستني الدنيا. برضو انا عايز العب فاهم انت في حلم. اول ماتش ليك كان ايه؟ كان اول ماتش ليا المقاولين. انت قبل الماتش ده كنت حاسس انت داخل خلاص بقى انا بتمرن وعندي حميه كده عايز العب. انت بتتمرن مع الفرقه وفي نفس الوقت بتشوفها بتلعب في الدوري. تحلم انت داخل دوري ممتاز كده، انت هتبقى هداف الدوري مرتين ما كنتش لا اسرع جول. تخيلت ده ولا ما كانش؟ انا تخيلت ان انا نفسي العب دوري ممتاز بس. وكنت بتفرج على اللعيبه ديت مثلا، يعني مثلا ممكن اي حد دلوقتي جمهور بيتفرج وبتاع يقول لك ايه يا عم اللعيب ده بس انت مش حاسس باللعيب في الملعب بيعمل ايه. بس لا انا كنت مثلا بتكلم زيهم. لا لما بقيت في الدوري المصري قلت لو الواحد ربنا يكرمني مثلا والعب دوري ممتاز، الواحد حتى لما يجيب جون كده واهله يشوفوا، فكان الواحد بيحلم بحاجات كده غريبه بجد. انا بصراحه اللي ربنا ادهولي ده انا ما كنتش احلم بيه. يعني انا كان نفسي العب بس في الدوري المصري تمام، انك تاخد بقى هداف دوري مع العمالقه. معلش انت بتلعب في الداخليه وتاخد هداف دوري طالع سنك كبير المفروض انت. وانا كنت خلاص في 31 سنه. دلوقتي ال 26 وال 22 سنه في لعيبه زمايلي بيقولوا لي احنا هنبطل.
فلا مجالك الزمالك بجد بقى. انا ما هو بعدها بقى رحت رايح سموحه. انا بعد السنه بتاعت الداخليه دي داخليه هداف دوري، بعد كده سموحه رحت هداف رايح دوري. سموحه. فطبعا قعدت 6 ماتشات، خد دي بقى، قعدت 6 ماتشات ما اجيبش ولا جون. وهم السنه اللي جايباك بقى بعدها اللي انت جايب والناس فيرود عالمي. الناس كلها كلمت كانت سنه وصدفه ومش صدفه. انا سمعت كلام كتير قوي، قعدت 6 ماتشات كلام يهبطك. 6 ماتشات ما اجيبش ولا جون. فاهم ان الناس بتتكلم بقى الناس دي عندها حق ولا ايه؟ لا، اشتغلت على نفسي وقيمة ما اول ما ربنا كرمني ورحت جايب جون في الماتش السابع فتحت هداف بعدها الدوري. كان معايا خالد قمر وجالي احمد رؤوف وكان معايا هاني العجيزي وكان معايا حسام حسن واسلام محارب احنا كنا عتاوله في سموحه. احنا في السنه دي بتاعت سموحه واخد هداف دوري واخدين 3 دوري. وفي الدوري اصلا كان في مهاجمين عتاوله وقتها. ما انا بقول لك كان بص يعني كان رؤوف كان بقول لك بيلعب المهاجمين دول وخالد ناس كتيرة. الغندور وكابتن فانت عبد كان تاخد هداف بيلعب الدوري وعمرو عليهم جمال. مش سهله لا طبعا. كان عتاوله بيلعبوا، فراوده كانت بتلعب، واحمد علي في المقاول، كلهم بصراحه. فكان واخدين بقى هداف او واخد هداف الدوري في سموحه. ورحت منتخب مصر جبت اسرع جول واسرع ما اسمه اسرع هدف وهداف الدوري واخدين 3 دوري ولاعبين افريقيا في سنه سموحه دي في اللقب دي. فبصراحه كان بعدها بقى ربنا كرم بقى جالي الزمالك. انت اول ما جالك الزمالك بقى انت ايه؟ خرابي، الموضوع كبير بصراحه. انت عارف بقى اما بتحلم مين كلمك اول واحد كلمك على الزمالك؟ كان الوكيل بتاعي بعد ربنا كان الكابتن نبيل ابو زيد. كان هو اللي كلمك في التليفون، هو اللي وداني سموحه. تمام. فطبعا كلموه بقى في الزمالك وكده، فكلمني. كنت انا في كاس العالم العسكري، كان معايا بقى كابتن احمد عيد والونش. ما هو كلمني قبل ما انا اروح. كنت قبل ما اسافر من هنا على عمان على البطوله. فنبيل قال لي موضوع الزمالك ممكن يخلص. قلت له خلاص. فجاب العقود ومضيته بتاع. قلت ايه لو خلص حتى عشان ما يوقفوش عليه وانا مسافر يبقى خلاص. انا عايز الحته بتاعت المكالمه وانت في شعورك وقتها. انت حسيت يعني انت اتقال لك الزمالك عايزك؟ ما هو كابتن نبيل لما كلمني بقى في الوقت ده، انا انت عارف انت بتحلم. انا مش مصدق بجد انك تلعب في نادي الزمالك. انت ده بيتك وبتتفرج وبتشجع النادي وتلعب في نادي الزمالك، او نادي الزمالك يتكلم عليا مثلا في سن بقى 32 سنه. لا بجد انا كان الشعور بتاعي انا مش عارف انا بحلم ولا بجد ما كنتش مصدق انك يجي لك نادي كبير نادي الزمالك وتلعب بقى وتلبس تيشيرت نادي الزمالك. فانا كنت رايح بصراحه بعد الموضوع خلص فين بقى. انا كنت مضيت العقود وسافرت احمد توفيق والونش والكابتن احمد عيد. لما الموضوع خلص خلاص سموحه خدت الفلوس وانا كنت خلاص مضيت بقى ومشيت. فرحت بقى وانا هناك راحوا جايبين لي تيشيرت نادي الزمالك ولبسته، وراحوا جايبين لي تورته في المعسكر. طبعا انت قلبك خلاص. انت عارف بقى انت بتحلم. يعني شفت اللي مثلا اللاعب اللي هو مثلا بيلعب في الدوري المصري وجاله مثلا برشلونه وجاله ريال مدريد. انا بالنسبه لي الاحساس ده بالنسبه لي ان انا رايح نادي كبير، نادي بقى اللي انت بتحلم بيه، النادي اللي انت كنت بتشجعه، النادي اللي انت فعلا عايز تديله حاجات كتيره قوي. وانت كان كل طموحك تلعب بس دوري ممتاز. انا كنت يعني شوف انت بتكون مثلا ايه، بتقول مثلا انا نفسي اعدي الطريق ده. فانا بفضلك يا رب لما لعبت دوري ممتاز فخلاص بقى قلت لا اشتغل على نفسي واجتهد. ومعلش انا لما بجيب جون اصلا لو جبت جون في الدقيقه 90 انا عايز العب كمان 90 دقيقه كمان. في الدقيقه 90 ما بيفرقش معايا التعب اكتر ما انا اكون مبسوط وجايب جون وافرح الجمهور وافرح ناديه وهدف بيتحسب لي. فدايما كنت بشتغل على نفسي كده. فبصراحه برضو بشكر كابتن هشام صالح، لان كابتن هشام صالح اللي شغلني على الجون في الفتره اللي كنت معاه في سكر ابو القص والشمس. شايف انت لو كنت رحت الدوري المصري طلعت الدوري المصري بدري شويه كان مسيرتك هتروح في حته تانية؟ في ناس كتير اتكلمت في الموضوع دوت، قالت لك حسام باولو اتاخر في الخطوه ديت لو كان راح من بدري شويه. بس انا عندي يقين بربنا، انا لو كنت رحت بدري شويه ممكن ما كنتش حققت اللي انا حققته ده. فانا طبعا ربنا كل ما بيأخر للبني ادم حاجه ده خير لي طبعا اكيد. فانا الحمد لله انا بقول لك لو انا بدات بدري شويه الناس كلها بتتكلم بس انا مش مع كلام الناس. انا ممكن اكون رحت بدري شويه كنت خلاص بطلت وما كانش حد يسمع عني اصلا. فلا انا في السن ده الناس كلها بتتكلم دلوقتي عليا بعد ما ربنا كرمني وحققت اللي انا ما كنتش احلم بيه. جت فتره الناس اتكلمت عليك بالسلب كتير قوي. يعني مالوش اتقال عليك ايه مثلا؟ اتقال ده يعني مثلا قال لك ايه ده مش لاعب يا عم. فكلام انت كنت بتشوف كل الكلام ده بيديني حافز. انت تعرف يعني اخويا احمد تمساح تمام. كابتن علاء بعال ساله كان يعني بيحب احمد تمساح على طول. فقال له ايه رايك؟ كان بيقارن بين بيا وفيرو التاني معانا بيتمرن يعني. قال له ايه رايك نخلص مين في الاثنين؟ تمساح قالها لي بعد فتره ما قالكش ما كانش يعرفني
ده اكتر واحد تمساح ده بص حبطني تمساح والله العظيم. وهو اكتر واحد دلوقتي اخ بروح عنده يجي عندي يعني بدايه التعارف واخوات كده. والله العظيم 3 زي ما بقول لك كده. اكتر واحد احبطك. قال لي ايه فما كنت مثلا ايه بقول له ايه نفسي بقى، كنت باجي مواصلات بقى من اليوم لحد الدفاع الجوي، فبقول له بقى نفسي بقى الواحد يجيب حتى لو ايه يجمع العربيه، لو يجيب عجله او عجله وحطها على اجمع جنب. العربيه حاجه وجيب الباب لوحده بس وباب اللي كل ورا. حاجه. فقال لي بعد 100 سنه لما هتجيب عربيه، والله شوف بقول لك اكتر واحد والله العظيم. قلت له ان شاء الله هجيب عربيه والله العظيم 3. فلما ربنا كرمني وجبت عربيه قلت له بص ان شاء الله هجيب عربيه مش هركبك فيها. فلا هو كان فعلا بقى في المنتخب في الفتره دي مع برادلي كان ما شاء الله كان لا احمد من لعيبه كويسه اللي يعرف يوصل الفراوده للجون بصراحه. بس انت كلام الناس ما بيأثرش فيك يعني، انت عامه انا كلام الناس ده ما يحبطش حسام بابا. يزعلني بس بيروح مديني دفعه لفوق. انت بتشوف بتزعل شويه بس تقول لا انا بتتضايق طبعا يعني معلش لما حد بيتكلم عليك مثلا بالسلب اكيد طبعا هتتضايق. معلش لو احنا حتى مع بعض كده قاعدين وحد مثلا من اصحابنا قال كلمه مثلا ضايقتك فبتتضايق، بس بقى ايه انت بتتضايق وبتاخدها حافز ليك ولا بتتضايق وبتنزلك لتحت؟ في لعيبه ما بتعملش كده، في لعيبه بتاخد الكلام ده خلاص بيأثر فيها نفسيا خالص، فتلاقي بقى ما فيش مستوى خالص، مفيش اداء، مفيش اي حاجه، دماغه دايما مشتته. حتى لما تيجي تبص له تحس ان هو لا هو باص لجمهور عايز يعمل حاجه عشان الجمهور يسقف له ويغير وجهه نظره. في لعيبه بتعمل كده. ما هو دي بقى الثقه اللي بتبقى عند اللعيب. يعني مثلا انا ممكن انا رايح نادي الزمالك يعني هدفي ايه؟ رايح نادي الزمالك البس التيشيرت وابقى موجود في النادي بس؟ انت كان هدفك تعمل انجاز ولا انا رايح نادي الزمالك الجمهور المجلس الاداره اللعيبه لازم معلش انا رايح ومعايا كام فرود 3 4 فراوده موجودين، كان باسم وجعفر ومايوكا، كنا 4 فراوده موجودين. انا هلعب ازاي؟ انا هلعب ازاي؟ انا هبقى في الملعب ازاي والناس دي موجوده؟ فانا لو انا ما اشتغلتش على نفسي واجتهدت وموتت نفسي مش هلعب. صح. وانا رايح نادي الزمالك ادي يا عم اللي هداف الدوري الكلام اتقال، ادي يا عم هداف الدوري جايبينه مع صدفه مرتين وجاي بقى نادي الزمالك وعنده 32 سنه فاهم. فانا الموضوع بالنسبه لي لا انا عايز يعني الحمد لله يا رب انا كانت اول بطوله ليا واول ما دخلت نادي الزمالك واخدين كاس السوبر. اول ماتش ليا انا بفضل الله انا خطوتي وبدايتي كانت مع الزمالك كانت حاجه كويسه قوي. اول ماتش ليا في الدوري جايب جون، اول ماتش ليا في افريقيا جايب جون. فالحمد لله ال5 اجوان اللي انا جبتهم كمان كان في بدايتي. والحمد لله الواحد بقى انت عارف بقى ان انت عندك بقى شغف بقى والجمهور، انا بعشق الجمهور. لا معلش لما كان يهتف باسمك في الملعب كده كنت ما انا بشوف بقول لك ايه اما بجيب جون كده وابص للجمهور ده يعني ناصر منسي دلوقتي بقول له بص اتمتع دلوقتي وانت في نادي الزمالك عشان لما تمشي من نادي الزمالك مش هتلاقي متعه الجمهور ده تاني. لو راح فين مش هيلاقي خلاص. فانا بقول له دلوقتي ركز وادي النادي اكتر ما عندك والجمهور عشان الجمهور ده اللي هيشيلك بعد ما تمشي من نادي الزمالك. شايف ناصر منسي قريب من حسام باولو كمسيره كاداء كالكلام ده كله ولا؟ هو يعني هو واخد حاجات مني كتير قوي ان ناصر يعني الحمد لله نفس الخطوه من الشمس راح برضو ايه نفس الخطوه دي فضل ماشي شويه وهو في نفس الوقت يعني في اهداف بيجيبها يعني حتى الجون اللي جابه الاخير اللي هو انه يبقى راس حربه ويرجع يجيبها تاني وتحط في المكان دي ان ده بيتعب وبيجتهد وربنا بيكرمه. قطعها من 3 لعيبه حوالين الكره يعني صعب جدا ما حدش هيتخيل يعني اي فرود كده خليه كده في الصندوق والكره بس اتردت ورجعت وراه ان يرجع يشارك كده. هو ناصر اصلا مش عارف ان هو ايه اللي هيحصل بعد ما يرجع الخطوه دي. فانا برجع ان ممكن السيرت باك يروح مطلعها واحده وخلاص. انت شايف بس عنده عارف هو بيعمل ايه ولا بتيجي معاه؟ مش بتيجي معاه. ما هو انا معلش انت لو ما تعبتش في شغلك ربنا مش هيكرمك فيه طبعا. ده اكيد فهو بص اما تعب الكره دي لو اتعادت 100 مره السيرت باك مش هيسيبها كده، مش هيسيبها الطب كده. معلش انا مثلا خلاص جاي عليك وانت سيرت باك وانت وشك لجونك السيرت باك وشه لجون فالموضوع 100 مره هتطلعها مش هتسيبها. بس في كور كتير زي كده بتيجي مع ناصر برضو يعني جوال كتير بتيجي بشكل حلو. فانا بسالك بقى هل ده يعني بعيد طبعا هو مجتهد والكلام ده كله، هل ناصر بيبقى عارف هو بيعمل ايه ولا هي انا هشوط فبتيجي كده؟ لا معلش هو ناصر لو مش بيتمرن على الحاجات دي او هو ممارس الحاجات دي اكيد يعني ممكن نقول مثلا واحده مشيت معاه زي ما الناس بتتكلم عليه. لا انما هو طول ما انت بتتعب فربنا بيوفقك بيوديك للحاجه اللي انت اصلا ممكن ما تحلمش بيها. يعني ممكن انت كره ناصر دي لو اتعادت 100 مره مش هتخش كده. بس هو ليه؟ عشان
تعب واجتهد ورجع وطبت وراح واخدها واحده. انا هو بيشوطها بصراحه انا بشوطها معاه. انت يعني انا خلاص عايز كنت قاعد بتفرج على الماتش، لان الحاجات دي انا ببقى معلش انا مش مهاري، بس انا يعني قيمه ما اشوفها الطب قدامي بس، او ورسم مثلا الجول او في دماغك بس وعارف خلاص انت ال 18 دي خلاص بتاعت راس حافظها في الحربه دماغك، اللي هو راسمها. بالظبط تيجي هحط. فهو بصراحه ربنا وفقه فيها لاني تعب فيها. شايف ان هو يلعب اساسي في منتخب مصر في كاس العالم؟ انا شايف ان ياخد فرصته لما يكون بقى خلاص. يعني ده مهاجم مصر مش الاول ناصر منسي. مش مهاجم مصر الاول، بس يعني هو ما يقلش حاجه عن مصطفى محمد. يعني هو يلعب على مصطفى محمد ولا مصطفى محمد يلعب عليه؟ والله الاثنين موجودين، وانا موجود. لو انا حاليا لو انا موجود بالسن ده وانا موجود، الاحسن يلعب. ما في، ما تقوليش بقى ده صغير وده بالسن كبير. ده شايف نفسك تلعب عليه؟ ولو انت موجود دلوقتي في نادي الزمالك تلعب انا على ناصر؟ انا لو انا موجود دلوقتي وبلعب في الدوري المصري انا هلعب على اي حد دلوقتي. هلعب على اي حد. حط دي على اي مهاجم موجود حط دلوقتي. ديت وسجل دي كويس قوي. لو انا بلعب دلوقتي في الدوري الممتاز هلعب على اي حد في الدوري المصري. اي حد. وهلعب وتلعب بس منتخب مصر. وهلعب ببلاش. انا لو بلعب دلوقتي في الدوري المصري انا هروح المنتخب. طب انت ليه ما رجعتش الدوري المصري؟ ما فكرتش ترجع الدوري المصري؟ نفسي ارجع للدوري المصري. ايه اللي موقفك؟ طب ما ده اصل انت طموح. انت شايف ان انت دلوقتي كسنك تلعب اساسي وتلعب على اي مهاجم بجد اساسي. ما انا بقول لحضرتك اهو، بجد لو الواحد بيلعب دلوقتي هلعب على اي حد. انت في سمنود ايه الاخبار؟ جوال برضو والدنيا ماشيه؟ الحمد لله الدنيا ماشيه زي الفل وكنا بننافس بس رجعنا شويه. فان شاء الله السنه الجايه باذن الله نقدر نحط السمنود في المكان اللي يليق بيها يعني ان شاء طب الله. مفيش مدربين في الدوري الممتاز انت يعني عارفهم؟ اكيد ما عارفش، اكيد في مدربين كتير عارفهم. فهم شايفين اداء حسام باولو دلوقتي عامل ازاي؟ ليه ما ياخدكش؟ يعني مثلا ليه الداخليه ما يجيبش حسام باولو تاني ما دام انت شايف انك قادر تلعب مثلا على اي حد في الدوري؟ انا بقول لك مثلا ترجع تاني مثلا نادي في الدوري الممتاز، ترجع سموحه مثلا، ترجع الانديه دي. هي معظم الانديه دلوقتي بتفكر في ايه؟ تفكر ان انا اجيب لعيب صغير. ما في لعيبه سنها كبير موجوده، يعني الزمالك ما في عبد الله السعيد مثلا. لا عبد الله ده لوحده في جنب، ده بديك انا مثال. عارف، بس انا بقول لك في المهدي السمان عامه مثلا. رؤساء الانديه بتفكر في ايه، والمدربين اللي لسه مبطلين دلوقتي بيفكروا في ايه. ان يفكر عايز يقعد في النادي فتره كبيره ويسمع رئيس. تقول لهم كريستيانو رونالدو عنده حاجه 40 سنه وبيلعب دلوقتي يسمع لرئيس النادي ان هم بقت استثمار. الكوره بقت في مصر دلوقتي بقت استثمار. ان يجيبوا لعيبه الصغيره عشان لعب ماتش لعب ماتشين جاب هيجي له فلوس قد ايه، هيدخل فلوس للنادي قد ايه. دلوقتي نادر قوي لما بيتلاقي حد بيفكر مثلا في لعيب كبير هيضيف لي او مستواه لسه موجود او محافظ على نفسه. ممكن عنده الاثنين، يعني جايب لعيب صغير وجايبك انت موجود كمان معاه. عنده الاثنين، بس معظم الانديه ما بتعملش كده دلوقتي. بس اللعيبه الكبيره حتى اللي بتلعب دلوقتي ما شاء الله، عبد الله السعيد من احسن لعيبه في الدوري اصلا اللي انا بتمتع وانا بتفرج عليه. لاني عبد الله كان في الجيل اللي هو بتاع الكوره، لعب في الجيل اللي هو بتاع الكوره. فمعنى دلوقتي ان يلعب وده بيزعل لو طلع مثلا في الدقيقه 70 لان الراجل عنده روح وعنده قلب وعنده كوره. عبد الله عنده ولسه كوره في لياقه، لسه في وبيلعب فمحافظ على نفسه. انت معلش اللعيبه الصغيره يقول لك ماشي بشنطه فيتامينز وحاجات معاه بتاعته، حاجات يعني عشان يحافظ على كل حاجه. هو ده اللعيب الكبير. ده اللعيب الكبير، ان انا امتى اعرف ادي وامتى اعرف ان انا لا ستوب. يعني اللعيب الكبير خلاص انت كخبره وانت كخبره تعرف تعمل ايه انت بقى الفتره دي والفتره اللي بعدها. انما دلوقتي في مصر الكوره بقى 27 سنه يقول لك ده بقى خلاص كبر. بس هسألك سؤال بشكل تاني بقى، يعني في حته برضو انت تلعب على اي حد دي، هل حسام باولو بيقول كده ان هو يلعب على اي حد دلوقتي في الدوري عشان ما فيش مهاجمين دلوقتي في الدوري، ولا بشكل عام لو حتى لو في مهاجمين يلعب عليهم؟ انا ما عنديش مشكله، انا بشتغل يعني على نفسي وبجتهد. انت كحسام باولو شايف ان مثلا ما فيش مهاجمين مثلا عاملين اداء قوي في الدوري دلوقتي، فانت شايف انك تلعب عليهم عشان كده؟ مش هلعب عليهم. انا حطني دلوقتي في فرقه بتنافس زي الزمالك، الفرق الكبيره دي، او زي الاهلي، زمالك اهلي، الفرقه الكبيره عامه اللي هي بتروح لجون كتير. وشوفني وشوف الفرود الموجود اللي بيلعب، اديني وقت وهو ياخد الوقت بتاعه وتحكم عليا انا على كلامي دلوقتي وانت تكسب. انا بفضل الله الكره اللي هتجيلي واحده بس هحطها جول، واحده مش عايز كتير، واحده هتيجي هحطها جول خلاص. ممكن تاخد هداف الدوري تاني. انا بقول لحضرتك ان انا بلعب تحت اهو دلوقتي، بلعب معلش على نجيله صناعي وملاعب ما تتلعبش عليها اصلا. بفضل الله بجيب اجوان والحمد لله وببقى بكسب فرقتي. تخيل بقى لما انت تلعب في الدوري الممتاز في الملاعب اللي انت كنت بتلعب فيها والاجواء والجمهور،
هاخد السنة هداف دي؟ الدوري. معلش انا واخد هداف دوري ب 20 وب17، هجيب 30 جون في الدوري. 30 جول كمان. ده اللي بيجيب دلوقتي 7 تجوان و8 تجوان بيقول لك هداف الدوري. ايه ده بجد؟ والله العظيم 3 لو بلعب في الدوري المصري ما هيكفيني 30 جون، بحلف بالله العظيم. ده بالميت كده. وانا دلوقتي بس حطني في فرقه كبيره، ما تحطنيش في فرقه دلوقتي اهلي زمالك معلش بيراميدز مثلا الكلام ده. حطني في فرقه كبيره بتروح للجون كتير وانا 30 جون ومش عايز ولا جنيه لما اجيب ال 30 جون. يعني انت دلوقتي ده مثلا لو في صف يعني في فتره انتقالات الشتويه مثلا النادي الاهلي قال لك تعالى يا باول هتروح؟ ما عنديش مشكله خالص اروح لنادي كبير، مسألك سؤال نجم بيروح. كبير في نادي الزمالك، النادي الاهلي جه طلب حسام باولو مثلا، تعالى باولو العب معانا، ماشي اروح عادي، ما عنديش مشكله. النادي الكبير اللي انت هتروحه اللي هيوصلك للجون كتير. انما معلش لو انا بلعب مثلا في نادي دلوقتي وبينافس مثلا على الهبوط ولا في تحت في الجدول، انت هتروح بفرصه بالعافيه او ممكن يعني فاهمني. انما حطني في نادي كبير. طب انت فتره انت كنت خلاص هتروح نادي الزمالك، قبل الزمالك بقى على طول لو كان جالك اهلي وزمالك كنت هتختار مين؟ الناديين بصراحه الفرقتين بينافسوا في افريقيا، بس انا راجل زملكاوي في الوقت اللي انت كنت فيه. انا راجل زملكاوي. فانا لو جالي اهلي وزمالك كنت هفضل الزمالك لاني كنت هلعب في الزمالك. طب لو الاهلي جالك انا هديك 100 مليون، انا مش هيشغلني الفلوس اكتر من هروح النادي يعني اللي انا بحبه. باولو انت مثلا في منافسه هيشتروا باولو، وطبعا دايما بنشوفها دايما اهلي وزمالك بيتنافسوا، مثلا لما في لعيب حد فيهم بيخش التاني بيخش عايز ياخده، فالزمالك جه قال لك انا مش هقدر دلوقتي هديك مثلا 25 مليون وده اللي هقدر عليه والكلام ده كله، جه النادي الاهلي قال لك انا هديك 100 مليون وتعالى. لا هفضل النادي اللي انا بحبه بصراحه. مش يعني هيفرق معايا الفلوس دلوقتي اكتر ما هيفرق معايا النادي اللي انا بحبه والجمهور اللي انا بحبه. هتسيب 100 مليون طبعا وهتسيب مثلا المنافسه على افريقيا وكاس عالم الانديه والكلام ده كله. ما هو اهلي نادي الزمالك برضه بينافس بس الاهلي بكلمك وقتها بياخد بطولات وبيروح افريقيا وبيروح كاس عالم والكلام ده كله، فانت هتسيب الفلوس والمشاركات دي وتروح الزمالك عشان بتحبه بفلوس اقل مثلا الربع. هو بص انا كواحد من الناس بس فكر بعقلك قبل ما انت في وقتها كنت هتعمل ايه. ما انا بقول لك اهو المكان اللي انت بتحبه والمكان اللي انت نفسك تلعب فيه فهتروح له. انا في ممكن يعني معلش انا كنت في سموحه باخد قليل صح، انا رحت الزمالك العقد اكبر طبعا، بس انا ربنا كرمني في الوقت اللي رحته في فتره قليله، فربنا كرمني وكنت كويس فيها. بعد كده الدنيا راحت بيها في حته تانية خالص. فهي مش الموضوع مش فلوس، الموضوع حب واخلاص للمكان اللي انت فيه. ماشي بس انت في وقتها زي ما بقول لك انت هتفكر برضو اكيد مش هتاخد قرار على طول حب. ما في لعيبه دلوقتي في الدوري دلوقتي لعيبه في الدوري مثلا بتحب الزمالك وبتشجع الزمالك والناس كلها عارفه ان هي مثلا بتحب الزمالك وتشجع الزمالك وراحت الاهلي، خلاص دي بتاعته بقى، هو هل ده قراره هو يقول لك ده احنا في عالم الاحتراف، كلمه دلوقتي عالم الاحتراف دي هي اللي شغاله. ده دلوقتي انت ما فكرتش بقى في حته عالم الاحتراف اللي هو مثلا انا بحب الزمالكاوي وبحب الزمالك بس انا برضو عايز ابني كارير وعايز ابني مسيره كويسه وعايز اخد فلوس كويسه امن مستقبلي. ما انا هقول لحضرتك حاجه، مش ده تفكير برضو ممكن انت تفكر فيه؟ معظم اللعيبه دلوقتي بتفكر في كده، بيلعب في نادي وده غلط ولا صح؟ والله دي بتاعت يعني كل واحد وظروفه وكل واحد مثلا والانتماء بتاعه. مش هتيجي قدام تندم؟ ما خلاص ما هقول لك انا معلش، ما انا بلعب اعتبر كنت بلعب ببلاش ولحد الفتره دي بلعب ببلاش. الزمالك كنت بتلعب بس ما خدتش فلوس؟ خدت فلوسي بس يعني معلش في مشاكل في الفلوس ولا كانت ماشيه؟ لا انا يعني خدت بدايه عادي وبس، لان لو كنت كملت كنت مدة 3 سنين ونص في الزمالك. بس كان نفسي ان انا اكمل طول حياتي. كنت حاسس انك تاخد اكتر في الزمالك تقدر ماديا اكتر؟ انا والله برضو رايح الزمالك يعني معلش كان في ناس واخده اكتر، بس انا رايح ان انا عايز اعمل حاجه لنادي الزمالك وليا وللجمهور وبعد كده الفلوس هتيجي. انا كنت بلعب ببلاش واخد هداف دوري يعتبر ببلاش 70,000 جنيه واخد هداف دوري يا جماعه. دلوقتي اللي جايب دوري 70,000 جنيه اللي جايب 7 اجوان دلوقتي بياخد رقم ما شاء الله الله اكبر. ربنا يزيد كل لاعب بياخد فلوس، ربنا يزيدهم طبعا. يعني الحمد لله انا عيني مليانه ما اعرفش ابص لحد في حاجته، بس انا باخد ايه. ولو دلوقتي اتعرض عليا 100 مليون وارجع العب في الدوري الممتاز، لا هرجع العب في الدوري الممتاز ببلاش 70,000 جنيه لما هنافس على هداف الدوري الاول. الرقم اللي هيحطوه لي هبقى وافق عليه واخده، مش همضي على العقد كده على بياض. كان في نجوم معاك في الزمالك ساعتها برضو بياخدوا ارقام كبيره. انا بقول لك كان في ناس موجوده. في مشاكل بقى في اللبس ساعتها برضو لا يعني مثلا انت تاخد 70,000 مثلا وهداف في الدوري، بس ما كانش في الارقام دي في الفتره اللي انا كنت يعني موجود فيها. كان في 3 4 5 كده، ما كانش ان في ارقام مثلا 3 مليون دلوقتي. لو انت بحضرتك بتقول بقى في 70 وفي قلت لبسها كانت هتبوظ. وقتك انت بتاخد 70,000 جنيه وهداف دوري
وفي ناس معاك في الفريق بياخدوا 3 4 مليون ومش بيعملوا نفس النتيجه والمردود اللي انت بتعمله. هل مثلا كان في مشاكل بقى وانت ده ازاي بياخد 3 4 مليون وانا هداف الدوري باخد 70,000؟ هي بص، هي الفكره كانت جايه لي انا عشان انا جاي على الناس دي، مم. وفي نفس الوقت انا جاي عايز اعمل حاجه الاول وبعد كده موضوع الفلوس بعدين. مم. انا معلش لما خدت هداف دوري في الداخليه، مم. انا مصر كلها كلمتني، الوكلاء كلها والانديه كلها كانت عايزاني. مم. تمام. مم. وده حال الكوره اصلا في مصر. انت بعد ما بتنزل اصلا بالدوري الممتاز ما حدش بيقول لك سلام عليكم في التليفون. كل سنه وانت طيب. وانت من خلاص. الزمالك رحت فين؟ انا من الزمالك بقى رحت الاتحاد 6 شهور، اه. ومن الاتحاد رحت المقاولين 6 شهور. والدنيا ما رجعت. مشيتش فيهم. هو خلاص ما ارتحتش. كان بسبب ايه بقى؟ في حد بقى يعني حد ناس ما وقفتش جنبك، ناس لا وقعتك، هو ناس شايف الفترة اللي كنت موجود فيها في الاتحاد يعني ما كانش النتائج احسن حاجة وافضل حاجة، فطبعا كان الجمهور برضو، يعني انت عارف جمهور الاتحاد برضو ايه، شديد شوية. ما هو انت شايف عاملين ايه مع قفشه دلوقتي؟ لا هم دلوقتي كريستيانو حاطين رونالدو. قفشه فوق قفشه بصراحة. رونالدو بتاعهم وقفشه دلوقتي ما شاء الله، يعني الفترة ديت هيلعب وهيفوق كسبهم قدام زد بجول في الدقيقه 90 لا وفيرست تاتش قفشه هيلعب، وقفشه لان قفشه لعيب كويس يعني. فبعدها بقى رجعت الداخلية جايب 12 جون. يعني رحت الداخلية في 14 15، رجعت الداخلية مثلا 17 18 جايب 12 جون. يعني معظم الاجوان اللي جبتها كتيرة قوي دي جبت الاجوان دي في الداخلية بس. بعدها خلاص نزلت بقى، رحت طلع الجيش. مفيش حد يعني مفيش حد انت كلمته وكنت يعني حاسس ان هو هيقف جنبك وما يقفش جنبك؟ هي ناس خذلتك يعني؟ في ناس خذلت حسام باولو في الفترة دي؟ هي اللي كانوا واقفين جنبك وكانوا واقفين معاك، ما خلاص. يعني انا بكلمك انت مثلا حاجات اثرت عليك انت نفسيا، انت كلمت مثلا أكيد. فلان حصل مثلا مكالمه اثرت عليك، قعدت انت مع نفسك، ممكن حتى الضغط خلاك انت تبكي تبقى مش؟ لا هو في الفتره دي كنت فعلا مش عايز انزل من الدوري الممتاز، بس انت بقى لما بتلاقي الدنيا بتقل وقله لعبك كمان. حتى انا لما رحت طلع الجيش انا ما لعبتش، كنت استحق العب وما كنتش بلعب. كان معايا ناصر منسي وعمرو جمال في 2 فراوده. كان ناصر منسي بيلعب عليك اساسي؟ كان ناصر وعمرو الاثنين بيلعبوا عليا. انا هحكي لك موقف في الجيش. عمرو وناصر الاثنين كانوا مصابين، واحنا كنا عاملين معسكر في اسكندريه. تمام. الاثنين كانوا مصابين وبيعملوا جلسات، وانا كنت بصحى الساعه 6 بنتمرن تمرين الساعه 6 الصبح وتمرين الساعه 4 العصر. تمام. نزلنا من الاسبوع ما خلاص انا هلعب، هبدا الماتش. مصابين الاثنين الفراوده اللي موجودين معايا مصابين وبيتعالجوا. بس هو انت مقتنع بيا مش مقتنع بيا هتلاعبني انا الثالث. مش هتلاعبني بقى، دي حاجه بتاعتك بقى. فنزلت. كان ماتش الزمالك بعديها، ماتش الزمالك اللي كسبناه 3 في السويس. لعب نصر. هو مصاب بقى؟ هو رجع من الاصابه؟ رجع من الاصابه، لعب الماتش. وانت المفروض انت اللي تلعب. انت نزلت اخر 5 دقايق. طب ده بقى هو ده مش عدل في الكوره، اقتناع مدرب يعني ولا كانت ماشيه ازاي؟ الله اعلم. انا بقول لحضرتك بص بقى العقليات والفكر. بس ناصر كان عشان كان المنتخب بتاع الكابتن حسام البدري، فاكر لما خدوا البطوله كان مطلوب فلعب عليه. وانت كان شعورك ايه ساعتها بعد الماتش وانت قاعد مع نفسك؟ خلاص ما انت بص، انت بقى بتصحى بدري وبتتمرن ومكسر الدنيا. ده الواد الافريقي معانا جه اتكلم مع المدرب بعد الماتش ما خلص، في الفتره اللي بعديها الماتش اللي بعديه، قال له بصراحه باولو كان يستحق يلعب. اللعيبه كلها اتكلمت. فانا عايز اقول لك بص ظلم الكوره، وبص بس برضو عايز تلعب يعني مش عايز برضو. الناس بتقول لك مشاكل ومش مشاكل وبيتخانق مع المدربين. لا انا بتكلم، انت بتتكلم على حقك. يعني ما بتعملش مشاكل مع حد؟ عمرك ما عملت مشكله مع مدرب؟ ما بعرفش. بس انا طول ما انا في الملعب خلاص. انا بره الملعب دي بالنسبه لي ببقى مضغوط بقى وعايز العب وعايز اكسب فرقتي. فانا مش من النوع اللي بحب اقعد بره كتير، او مثلا ما العبش او انزل بعد فتره. ما بعرفش اعمل كده، احب العب. جالي فرصه 2 ممكن اجيب منهم، ربنا يكرمني اجيب منهم 1 أو 2. يعني انت كنت بتقول الناصر كان بيلعب، جه لعب ساعتها عشان المنتخب متكلم عليه، صح كده؟ اكيد. في الفتره بقى اللي احنا فيها دلوقتي برضو يعني بيتقال مثلا شوبير، مصطفى شوبير هيلعب كاس العالم، فهو بيلعب بس في الاهلي عشان كابتن حسام عايزه يلعب اساسي في كاس العالم اساسي يعني. هل ده صح؟ وانت عارف طبعا المنافسه بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير والكلام ده كله، انت شايف ان ده صح او مين الاقدر ان هو يقف؟ والله هي المنافسه في حراس المرمى طبعا الحمد لله دلوقتي بقى عندنا منافسه شرسه كويسه. عندك مهدي دلوقتي يستحق يلعب كاس عالم.
مصطفى شوبير. الشناوي عايز يلعب في الدوري عشان برضو الراجل لو بينهي في حياته مثلا في الدوري المصري، فبرضو عايز يلعب كاس عالم تتحسب له. فاكيد طبعا كابتن حسام الافضل والاحسن واللي هو شايفه صح اكيد هيلعب يعني. معلش الثلاث حراس اهوت الاثنين اللي بيلعبوا شوبير ومهدي، الاثنين بصراحه يستحقوا يلعبوا. هو الكابتن حسام بقى مهدي شوبير بس انت شايف الاساسي يبقى شوبير او مهدي الاثنين، او مهدي سليمان بسنه يلعب اساسي منتخب مصر كاس العالم؟ مش بالسن. شوف برضو انت رجعت لي في حته ايه السن. مهدي خبرات، مهدي مر بالحاجات دي كتير قوي. كنا لسه نتكلم عليه في الماتش بتاع بلوزداد، هو اللي اهلي الزمالك بتصدي في الدقيقه 80 ولا حاجه 80، هو اللي شال كوره كان البلوزداد هيجيب جول. انا بصراحه عملت بوست وعملت فيديو فحطيت مهدي على راس اللعيبه، لاني بصراحه انا لعبت معاه في سموحه ولعبت ضده. مهدي من الحراس بصراحه بفضل الله ان بيعرف يقفل كويس قوي، مش فارق معاه بقى جت في وشه وجت في ايديه. الجون الوحيد اللي بيطلع بيقفل ما شاء الله، الله اكبر عليه يعني، ربنا يحميه. الكوره دي لو جسمه كله مش فارق تيجي فين في وشه. الكوره دي لو دخلت كان الماتش اتعاد خلاص، كان ممكن الزمالك يخرج عادي. الزمالك كان برضه مستواه مش احسن حاجه في الماتش ده. ما انا بقول لك لو الكوره دي دخلت كان الماتش اتعاد. فلا مهدي يستحق يلعب وياخد فرصته. يلعب بس منتخب مصر يلعب. بص دلوقتي انا لو بلعب في الدوري المصري استحق، وهداف الدوري دلوقتي حاليا لو انا موجود استحق العب منتخب مصر. ليه لا؟ هتديني فرصه صح؟ مش كويس مش موفق خلاص ما تاخدنيش تاني. انت مقتنع قوي انك تلعب والله العظيم لو بلعب في الدوري المصري جول وتاخد تلعب كاس عالم اساسي منتخب مصر. ما انت انا لما بقول كده عجبني الثقه دي، بس شايف دي بجد ولا كل واحد بيقول انا جامد؟ لا هو انا جامد. بص انا كحسن ما بحبش اتكلم وخلاص. هتكلم وقد اللي انا بقوله ده هتكلم واقوله. غير كده ما اقدرش ان انا اجازف يعني. بس انا بقول لك اهوت لو بلعب دلوقتي في الدوري المصري هنافس على هداف الدوري. طب انت شايف دلوقتي بقى في الدوري المصري بقى، نتكلم بقى الدوري المصري اداء الاهلي والزمالك نخلينا في اداء الاهلي بقى. الاهلي دلوقتي عنده نجوم، يعني عنده منتخب مصر، مش هقول لك نجوم، النادي الاهلي هو منتخب مصر دلوقتي. ايه رايك في الاهلي؟ يعني ايه رايك في المشاكل اللي بتحصل في الفريق؟ يعني اللعيبه دي بتلعب مع منتخب مصر حاجه، واداء يجوا مع النادي الاهلي اداء تاني خالص. انا عايز اقول لك اللاعب المصري طول ما انت مديله حقه كامل الموضوع بيبقى خلاص ما ينفعش يديك 100% في الملعب. اللاعب المصري لسه واخدين يعني بياخدوا فلوس ما شاء الله كتير، كلهم نجوم. ما انا بقول لك اهوت فممكن مشاكل اوضه اللبس برضو، مدير فني يسترب. معلش ما احنا كلنا ككرويين بنقعد نتكلم نقول مدير فني. هو المدير الفني ينزل يلعب؟ ما هو اللي معلش الانديه الكبيره دي اصلا مش محتاجين مدير فني. الانديه الكبيره مش محتاجه مدير فني. معلش تنزل لوحدها تلعب هتكسب. لما انت تكون انا بلعب في نادي الزمالك اكيد نادي الزمالك مش هيجيب لعيب مش كويس. طبعا. فاللعيبه كلها بتبقى يعني قريبه من بعض في مستواها، فانت محتار اصلا تلعب مين. لما اكون انا كمدير فني وبمرن نادي الزمالك او بمرن النادي الاهلي اكيد النادي هيجيب لي اللعيبه اللي انا عايزها صح. فانا اي حد في الملعب ال30 لاعب الموجودين اصلا اي حد في الملعب يلعب، مش لازم المدرب. معلش انا همرنك وهقول لك على الخطط وهقول لك على كل حاجه احنا بنعملها، بس انت اللي بتأدي في الملعب، انت اللي بتحارب. انت ما حاربتش بقى كويس خلاص مش هنكسب. يعني الاهلي بكل النجوم اللي فيه دي مش قادر ياخد الدوري وعنده استقرار، والزمالك عنده مشاكل الدنيا والاخره ومفيش فلوس واللعيبه ما بتاخدش فلوس وماشيه معاه الدنيا حلو في المركز الاول ووصل نهائي كونفدراليه ما انا بقول لك يعني بصراحه لعبت فرق شاسع. ما انا اقول لحضرتك ان بصراحه لعبت النادي الزمالك ديت ربنا يكرمهم بس ويكملوا على خير ان شاء الله وناخد الكونفدراليه وناخد الدوري. اللعبه دي تحط لها تعمل لها تمثال في نادي الزمالك، لان ملعب في نادي كبير وامكانيات قليله ومشاكل وظروف وبنمر بحاجات دي وبننافس على افريقيا والدوري وبننافس في البطوله اللي احنا موجودين فيها. فبصراحه مفيش فلوس وفي مشاكل في الفريق يعني انا بقول لحضرتك هيبقى بص بقى هنا قله فلوس هنا في فلوس كتير. هنا مدرب اجنبي هنا مدرب مصري. ما انا بقول لحضرتك هي برضو معلش انا كلاعب لما يكون مثلا معيش جنيه في جيبي وبلعب ماتش عشان اخد الجنيه ده فهموت نفسي صح. غير لما اكون انت واخد ده رزق بيتي 3/4 الجنيه في انما لما اكون انا واخد بقى خلاص من الفلوس معايا في جيبي، فانت اصلا واصل لك الاحساس ان انت حتى لو لا قدر الله خسرت ولا تعادلت فانت مش هتفكر بعد الماتش ان انا يعني معيش فلوس. الزعل اللي بيبان على وش لعيبه الاهلي مثلا لما بتخسر وهي خارجه وكان ده كله بس يعني منظر لحظي وبيطلع خلاص. انا
اكيد مبسوط؟ اكيد هزعل، بس برضو مش معلش. الزعل بتاع مش الزعل ان الجمهور هو اللي بيتاثر، مم. والجمهور هو اللي بيشيل الليله. مين اللي اقرب للدوري بقى شايف، الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز هيعدي في النص وياخده؟ والله ان شاء الله يعني الزمالك هيحسم الدوري باذن الله، يعني ان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله بس لو الزمالك وقع قدام بيراميدز يبقى في كلام. هيبقى يعني هو الماتشات اللي جايه ان شاء الله، بس مكسب الماتش اللي جاي ده الاهلي هيريح مش الدنيا، هيرجع، لان الاهلي الاهلي هيلاعب بيراميدز الاول. لا الزمالك هيلاعب بيراميدز الاول. اهلي باي، زمالك بيراميدز، اهلي بيراميدز، اهلي زمالك. اه يبقى فالزمالك خلاص. هيلاعب بيراميدز الاول والاهلي هيستنى يشوف الاهلي باي. فلو بيراميدز كسب الزمالك والاهلي كسب بيراميدز وكسب الزمالك كده في معادله هتتشقلب. ما انا بس برضو عايز فهل اقول خايف بقى من لحضرتك، الاهلي ان الاهلي ممكن يرجع عادي؟ يعني الاهلي بيعملها، ممكن هي يرجع بص، عادي فجاه هي يبقى طالما واخد الدوري. فيها يعني معلش، طالما فيها امل 1% الفرقه تلعب عليه. اصل الزمالك حاسين وجمهور الزمالك حاسس ان الزمالك الدوري الروح 90% الروح بتاعنا. الروح اه خلاص، ان انا خلاص انا ماسك في الحاجه دي مش هسيبها. اه. فالزمالك بصراحه الفتره دي اللعيبه بتعبر عن نفسها، امم. ان احنا اهو قله الامكانيات والمشاكل والظروف اللي احنا فيها، فاحنا ان شاء الله لا احنا هنفرح الجمهور. ايه رايك في التحكيم والحكام والمواقف اللي بتحصل؟ يعني موقف مثلا محمد الشناوي مع الحكم، طبعا ده كابتن النادي الاهلي ما كانش ينفع يعمل تصرف زي ده. موقف مثلا حكم لما كان زق تريزيجيه في صدره، ايه رايك في الموقف دي ده في الدوري الممتاز؟ غير بقى الموقف اللي حصل في دوري المحترفين ده اللي هو ما فيهوش فار اصلا، وفي ماتش طنطا ومصرية للاتصالات حسب ضربه جزاء لمصرية للاتصالات في اخر الماتش خالص. الحكم من الرابع واقف بره مسك الموبايل، وروا له طنطا اعترضوا طبعا، مسكوا الموبايل وروا له اللقطه، راح رجع في راح القرار لغى. بتاع ولغى ضربه الجزاء. وطبعا الطقم كله توقف، طقم الحكام كله توقف. بس ايه رايك في الموقف ده؟ ما الماتش ده انا كان مذاع كمان انا يعني. مش بجد في حاجات غريبه كده بتحصل في الدوري، حتى في المحترفين، حتى في اه الدوريات اللي تحت كمان. ده في معاناه ده في الرابعه والثالثه من اه. الدوريات اللي تحت في معاناه بجد. بس دوري المحترفين ده انما دوري المفروض المحترفين دوري يتشاف. مذاع. اه. الدوري مذاع، فانت عارف بقى لما يكون دوري مذاع وتيجي تعمل لقطه زي دي، انا كحكم اروح ابص على تليفون. وما فيش فار. انت ما فيش بتوقف فار. نفسك بنفسك، انت بتقول لنفسك لا مش هحكم تاني. وفي الدوري الممتاز بقى شايف ان التحكيم مثلا، في جماهير الدوري الاهلي شايفه الممتاز ان بقى جماهير الاهلي شايفه ان التحكيم ظالمها الموسم ده، وان هي مظلومه تحكيميا، وحاسين ان الدوري موجه لا لا للزمالك. انت لا شايف لا كده؟ مش إن في هنقول ظلم الدوري يعني موجه. كره السيراميكا وكره مش عارف ايه، معلش شايفين ظلم هو تحكيمي في مش هنقول ظلم تحكيمي يعني. خلاص ده خطأ حكم، ممكن اي حد في الدنيا هيحسب الكره دي ضربه جزاء تمام. مم. بس خلاص احنا بني ادمين، وهو كبني ادم الحكم ده وغلط. مم. ما ينفعش ان انا اتعدى عليه بقى، وحتى ما ينفعش ان انا المسه. يعني الدوري مش موجه، الزمالك ما لا لا بيكملش لا لا والاهلي موجه، لا مش الدوري موجه. الحكم بيجي عليه. احنا برضو عايزين نتكلم نقول ايه، ان احنا مفيش حاجه اسمها نقول دوري موجه. مم. يعني لو انت جبت جون وانا لغيته، مم. انت بتكسب وبخسرك. مم. لا ما تقولش كده ان احنا مثلا الدوري نقول موجه، لا مش موجه. الفرقه اللي بتتعب وبتجتهد، مم. والزمالك اقرب للدوري بصراحه، ان في عز الامكانيات اللي هو فيها ديت ماشي كويس الحمد لله. انت لو كنت مع الزمالك في الجيل الحالي دلوقتي ده، كنت تعمل مسيره وانجازات اكتر من الجيل اللي انت كنت فيه؟ هو بصراحه انا كنت حابب ان انا كنت اكمل الفتره اللي كان موجود فيها ساسي وبن شرقي، وبعد ما انا مشيت على طول مم. كان بصراحه ده كانوا واخدين في الدوري والكاس، واخدينه في سنه واحده. مم. كنت انا بقى واخد هداف الدوري في ساعتها. انت حاسس ان انت مهاجم اندر ريتد مش اوفر ريتد؟ يعني شايف انت مهاجم تقييمك قليل بالنسبه لامكانياتك؟ لا والله انا دايما بقول لنفسي ان انا يعني الحمد لله، انا لما بشتغل وبجتهد انا الحمد لله الناس تتكلم عليا، وادائي هو اللي بيتكلم الناس تتكلم عليه. مين اجمد مدافع لعبت ضده؟ كان في مدافعين جديد، كانوا علي اكتر جبر. واحد كنت بتعرف ان هو نازل قدامك كنت هو كان بصراحه الاثنين اللي كنت يعني اه بعمل لهم حساب شويه، علي جبر ووائل جمعه. الحته الكابتن وائل جمعه في اواخره. في اواخر. اه كنت انا بتبقى اسف. متضايق جدا وانت بتلعب قدامه. كان الاهلي لما يكون بيبقى عنده ماتش في افريقيا ولا حاجه كان بيقول لك هات الداخليه نعمل عليها ماتش. مم. فلحقت بقى الجيل بتاع كابتن ابو تريكه بقى في المشروع الهدف. اه كان الماتش ده اللي انا اه الماتش ده اللي انا لحقت لعبت ضده. اه. ايه اجمل هدف في مسيره حسام باور؟ الهدف 17 في طلائع الجيش واسرع هدف. الهدفين يعني دول بالنسبه بحطهم لك حلوين بصراحه. مبروزهم؟ لا دول في حته تانية خالص، يعني هدف بفنش فيه هداف دوري اه والهدف انا لما جبت الهدف اصلا في الثانيه 11 لقيت العجيزي جري عليا وقال لي ده اسرع هدف. انت مش فانا طبعا انت مش انا برضو مركز. مش في دماغي ان انا الحمد لله ربنا كرمني وجبت جون اه وهكسب فرقتي اه وبنافس بقى. يعني خلاص انا لما بخش مكان او العب في فرقه ببقى عايز انافس على الهداف دوري. اه. معلش لو بلعب في فرقه بتنافس على الهبوط حتى، انت عايز تاخد هدف، عايز تجيب خلاص بطولة. عايز يبقى ليا بصمه موجود في الفرقه اه اللي انا بروحها.
فلقيت العجازي بقى، وبعد الماتش بقى قعدوا بقى يتكلموا ده اسرع هدف مين، فالموضوع بقى ما كانش في دماغي ان انا اسرع ومش اسرع، انا الحمد لله جبت جول وبيكمل الاهداف اللي انا بجيبها. خليك بقى ساكت. انت طبعا بتقول ان انا هلعب على اي حد وانا مهاجم جامد، خليك ساكت بقى لحد ما تسمع مهاجم احسن من حسام باو. اتمنى. انا هقول لك اسامي لعيبه وانت خليك ساكت لحد ما تسمع تقول لا ده مش ينفع بصراحه. لا انا مش هقول مش هينفع، انا اتمنى الاقي حد احسن مني. انا هقول لك اسماء وانت قول. خليك ساكت اتفضل. لحد ما تسمع. اتفضل. ماشي. باسم مرسي. باسم فرود كويس بس مش احسن. مش احسن من حسام باول. احمد جعفر. مش احسن من حسام باول. سيف الجزيري. مش احسن. ناصر منسي. مش احسن. مصطفى محمد. مش احسن. عمرو زكي. احسن. عمرو زكي بالنسبه لك احسن من حسام باول؟ اللي عمرو الراجل اللي احترف وفي نفس الوقت لعب في ليفل عالي، فطبعا لازم يكون يعني انت عمرو زكي بالنسبه لك لو حطيتوا في بعض انت شايف ان هو كان مثل الاعلى الكابتن حسام حسن بصراحه. يعني دايما انا بكلمك احسن كمهاجم، انت بتلعبوا مع بعض مين احسن، انت ولا هو؟ لا عمرو زكي هو افضل منك. يعني انت بالنسبه لك انت ده الطب بالنسبه لك عمرو زكي؟ وكابتن عماد متعب، يعني الفراوده اللي فعلا كل واحد بيتفرج عليها يعني بيستمتع منها. مين احسن مهاجم كنت وانت بتلعب شايف ان هو الطب انا عايز ابقى زيه؟ مثل الاعلى بره كريستيانو رونالدو او كابتن حسام حسن زي قفشه كده ومصر كريستيانو. لا انا بحب كريستيانو بصراحه، بعشق اجوانه. ما هو نفس اللي يعتبر هو دلوقتي بيلعب لسه بس بيلعب في النصر وانت ما هو بقى دي العقليه. دي العقليه نفسك زي كريستيانو. دي العقليه ان انا عندي لعيب بيأدي ودي العقليه ان انا لعيب في السن ده واقول لك خلاص ده سنه كبر. قبل ما نختم بقى عايزك توجه رساله كده للاجيال اللي جايه وللشباب والناس اللي عندها احلام والناس اللي عندها طموحات وجالهم بقى مراحل يأس ولا انا مش هوصل والظروف ضدي والظروف معنداني، تقول لهم ايه؟ يعني انت توجه لهم رساله كده، قول لهم من قلبك انت مريت بيه حاسس لا. هو اكيد طبعا اخواتي وحبايبي طبعا الناس اللي هي السن الصغير، كمل ورا حلمك واتعب واجتهد، خد مسيرتي، خدني اخ كبير ليك، خد مسيرتي حطها قدامك. وانا في يوم من الايام لعبت دورات ولعبت دوري مراكز الشباب ولعبت كل حاجه انت تتخيلها. انت دلوقتي معلش انت بتلعب في نادي، كمل ولا حرمك عشان انت يبقى عندك حلمك تلعب منتخب مصر، فحط دي قدامك، فلو حطيتها قدامك ربنا يكرمك وهتتعب وهتجتهد وهتروح منتخب مصر وهتلعب. والناس اللي ما بتلعبش كوره بقى، الناس اللي بتلعبش كوره بقى اكيد الناس اللي بتشجع، شجع ناديك، خليك ورا فرقتك في الحلوه والوحشه. بصراحه يعني رساله اشكر جمهور نادي الزمالك اللي هو ورا فرقته دلوقتي في السراء قبل الضراء، فبصراحه بشكرهم على وقفتهم ورا الفريق، وهو ده جمهور نادي الزمالك اللي فعلا المخلص اللي دايما ورا فرقته في كل مكان. انت مشجع للزمالك دلوقتي، بتتفرج وتشجع نادي الزمالك؟ انا زملكاوي. انت زملكاوي. تنورتني وشرفتني والله حبيبي. والله العظيم انبسطت جدا بالحلقه معاك وانبهرت ويعني لا بجد مبسوط جدا، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره يعني. حبيبي انا طبعا شرف ليا ويا رب يكون طبعا سعادتك زي ما انت بتقول وان شاء الله الناس لما تتفرج برضو على الحلقه نكون احنا برضو حاولنا نبسطهم. انا عايزك بقى بالختام، احنا كنا عاملين ايه، توقع مين ضيف الحلقه، وكتبنا كده هنتات عشان نشوف مين اللي توقع ضيف الحلقه، والجائزه كانت ايه؟ تيشيرت الفريق بتاعه ممضي من نجم الحلقه اللي هو مين بقى؟ المهاجم الخطير حسام باولو. ده تيشيرت نادي الزمالك اهو، عايز امضتك الجميله بقى عليه. ده كده ناخد التيشيرت انا والله والله يعني انا اخد بالك التيشيرت، مش لازم اديه لحد بقى. حبيبي التيشيرت من كابتن حسام خلاص. حبيبي يا كابتن انت نورتنا وشرفتنا والله. حبيبي تسلم. احنا كده خلصنا اول حلقه من ملعوبه، اشوفكم في حلقه جديده، سلام.